في إطار استكمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها المتعلقة بمحاكمة سليم عياش وآخرين، حاول محامي الدفاع إيميل عون التركيز على المسار الذي سلكه موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم اغتياله، لا سيما لجهة تغيير الموكب مساره بشكل حاد في شارع فوش. سأقرأ مقطعين من إفادتك. وقوى الأمن الداخلي الذين تكلمت معهم، وقال السائق أنه بدلا من سلوك المنعطف الأول إلى اليسار انعطف الموكب يمينا واستمر نزولا في طريق فوش، فقد قامت سيارة قوى الأمن الداخلي التي تقود الموكب بمنعطف سريع ومفاجئ إلى طريق فوش، وهي طريق باتجاه واحد معاكس لاتجاه الموكب. أنا أعمل في موكب رئيس الوزراء الحريري منذ عام 1992، ولم أسلك يوما طريق فوش بهذا الاتجاه بعد مغادرة البرلمان، فرئيس الوزراء الحريري لم يكن يحبذ ذهابنا عكس اتجاه السير. وسألت سائق قوى الأمن الداخلي لماذا سلك هذه الطريق، وقال أن المشرف عليه شاهد 009 أدار عجلة القيادة إلى اليمين في اللحظة الأخيرة وأجبره على سلوك هذه الطريق، وكان على الموكب أن يتبعه. هل كان من الطبيعي أن يجرى ذلك حسب علمك؟ هلا شو اللي شافه ما بعرف، ما عندي ما كنت بالموقف لأعرف إنه شو صار معه. ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة جلساتها في الأيام الممتدة من 10 حتى 13 من الجاري.